صباح الخير عليكم. تنبيه مهم جدا لكل ولي امر ينبه على ولاده. المشكله ان الولاد حتى لو نبهنا عليهم بيعملوا كده عكس اللي احنا بنقولوه. طب نعمل ايه عشان ولادنا ما يلعبوش اللعبه بتاعت تشارلي؟ لان المدارس كتير جدا والامتحانات على الابواب ومفيش تقريبا يعني ان احنا نأجز ولادنا. تقريبا الامتحانات كلها شغاله، المهارات المهنيه ورابعه وخمسه وسته شغالين. احنا بنقول لاصغر سنا مش الاكبر. الاكبر المفروض يبقى فاهم وعارف ان ما يعملش كده، بس للاسف طفل عنده 12 سنه عمل اللعبه دي وشنق نفسه بالفعل. والله اعلم ايه الاسباب اللي ادت للانتحار، هو هي فعلا لعبه شارلي ولا موضوع اخر يعني. ولكن اللي علينا التنبيه لاولادنا، يا جماعه اللعبه دي انتوا مش لعبه كده وخلاص انتوا بتهزروا، ولا لعبه جايباها من على الفيسبوك، ولا لعبه جايبينها من على التيك توك، ولا اي لعبه وخلاص. لا اطلاقا، انتوا بتعملوا تحضير للجن. صحيح في حاجه اسمها لعبه الشارلي، لا في حاجه اسمها تحضير الجن بطريقه معينه. الولاد مش فاهمين كده، فاهمين ان هم بيلعبوا يلا نحضروه، يلا اطلع لو انت تشارلي اطلع لي، لو انت تشارلي اطلع لي، يلا ما اعرفش ايه. طبعا حركه الجاذبيه بتاعه القلم بتتحرك، فنفترض ان مفيش جن وان دي لعبه. تحضير الشيطان الصغير من اطفال الشياطين. الجن الكبير لما بيجي بيحضر بيلعب مع اطفالكم طبيعي جدا ويخوفكم ويرهبكم. حاجه تحصل قدر الله النور قطع، العيل يخاف يتلبس. تقول لك يتلبس، يا حبيبتي يتلبس، يا ماما يتلبس. الخوف الشيطان بيلعب مع اطفالنا الصغيرين. طبيعي جدا حاجه تتحرك من مكانها. يا نهار ابيض دي شارلي، لا مش شارلي، ده شيطان من شياطين الجن الصغنون خالص، الطفل الصغنون اللي بيلعب معاكم. فنعمل ايه؟ يلا تعالى نحضره، يلا نلعبه، يلا نعمله، وفي الاخر بتحصل كوارث. الخوف ممكن لو حتى ما حصلش حاجه، الخوف نفسه كفيل يخلي الطفل يعمل حمام على نفسه، كفيل يجيلكوا احلام رعب زي الافلام الرعب كده، كفيل خليكم خايفين من كل حاجه. احنا ولادنا مهددين، احنا ولادنا كمسلمين وكعرب بيدوروا على اي نصيبه يحطوا ولادنا فيها، يطلعوا اي حاجه، يعلموا اي حاجه، تيك توك، الفيسبوك، اليوتيوب، بقيه البرامج اللي زي الزفت التانيه. احنا نعمل ايه؟ يلا العرب اهم، تعال نلعبوا معاهم لعبه ونجربوها وخلي العرب كلهم يطلعوا يعملوها. فاحنا ولادنا مش متأسسين، مش عارفين عقيده، مش عارفين دين، مش عارفين الحرام والحلال، مش عارفين ان ده ممكن فعلا ده يحصل. احنا بنلعبوا على فكره، مفيش الكلام ده. شيماء انت بتهزري، احنا ده كنا بنهزره ومفيش اي حاجه حصلت. بالفعل مفيش اي حاجه حصلت، ولكن انت جربتي، حبيتي تعرفي الجن هيظهر ولا لا. طب ليه ليه انت يعني مالك ومال الجن؟ سيبوه في حاله، لانه لو ظهر انتوا هتندموا ندم السنين. وممكن ما يظهرش ويلبس ابنك، يلبسك انت شخصيا لو انت بتلعبي اللعبه دي كأم. واحده من الامهات بتقولي انا لعبتها وما حصلش اي حاجه. حبيبتي انت عارفه انت اللي هو اتكيتي على باب الجن بتقولوا تيك الو انت موجود جوه. الخوف خلى الطفل يتهيأ له تهيؤات، يتهيأ له ان هو حاجه عدت من قدام منه ويجي يعمل حمام على نفسه، يتهيأ له ان في حد بيخبط عليه ومفيش حد بيخبط عليه، يتهيأ له حد دخل عليه الاوضه. الخوف ممكن يخلي الطفل يعني الجن يلبسه. عارفه لما كلمه بابا اللي هو ما تغنيش في الحمام، ما تتكلميش في الحمام عشان الجن ما يلبسكيش. انتوا دلوقتي انتوا داخلين مكان الشيطان وتحضروه وتقولوا تعالى، بس بطريقه عبقريه شويه، بطريقه السحره بقى وكده. يعني كذب المنجمون ولو صدقوا. احنا كده بنحضروا الجن زي السحره والمشعوذين، وتعالوا نلعبوا حتى لو اللعبه من باب اللعب والهزار والمزح. المسح ده هيجي علينا بمهازل. الاطفال اللي بتشنق نفسها وبتموت نفسها وبتعمل اللعبه دي، او تشوف ممكن تكون اتلبست ومن الخوف موتت نفسها، حاجه حصلت، الله اعلم، الله اعلم ايه اللي حصل. ولكن ربنا يحفظنا يا رب، يحفظ اولادكم جميعا من كل شر. احنا يعني مش عارفين هم عايزين ايه من ولادنا.